أخطر جملة ممكن تقولها في البيع: ما تقولش مضمون. الجملة دي لوحدها كفيلة تخلي صفقة ناجحة تتحول لخناقة، لأن العميل بيشتري على اللي فهمه مش اللي أنت كنت تقصده. خليك ذكي وأمين في نفس الوقت. اشتغل بنظام بسيط اسمه 3 مستويات للوعد. أول مستوى: وعد آمن بيساوي تسليمات. دي اللي ينفع تقول عليها أنا ملتزم بكذا. هتستلم إيه بالظبط؟ إمتى؟ إزاي هنعرف الشغل خلص؟ قد إيه منه تحديثات ممكن نعملها؟ وإيه حدود الدعم؟ تاني مستوى: نتائج متوقعة. ده بيساوي شرط ينفع نتكلم بنتيجة، بس لازم تقولها شروط واضحة. لو المدخلات X موجودة والمرفقات Y في وقتها والميزانية زد، ساعتها بنستهدف رينج مش ضمان. تالت مستوى: ضمان النتائج. ده بيساوي منطقة خطر، زي هضمن لك مبيعات X أو هتنجح أكيد، لأن النتائج هنا فيها عوامل خارج إيدك، وده بيخلق غرر زي ما بيقولوا في الشريعة وبيفتح باب نزاع. بدل ما تقول هجيب لك عملاء، قول اللي أقدر ألتزم بيه هعمل لك Y و X خلال 14 يوم، ونقيس المؤشرات أسبوعيا ونعدل بناء على البيانات، والنتيجة هنا تبقى مربوطة بالمدخلات والموافقات. لو عايز الكلام ده جاهز في ورقة واحدة تلزقها في أي بروبوزل، عندي تشيك ليست حدود الوعد في البيع. اكتب كومنت بكلمة عقود وهبعتها لك في الدي ام مجانا.